الاستغفار. وما أدراك ما الاستغفار؟ جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: يا إمام، نشكو جدب أراضينا، يعني ما في مطر. قال: استغفر الله. وجاءه ثاني قال: يا إمام، نشكو الفقر. قال: استغفر الله. وجاءه ثالث قال: يا إمام، ما عندنا أولاد. قال: استغفر الله. قال أحدهم للحسن: كلما طلب منك أحدهم طلبا رددت عليه نفس الجواب فقط الاستغفار؟ قال: نعم. ألم تقرأ قول الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل الخيرات في الدنيا والآخرة مفتاحها الاستغفار. جاءتني امرأة قبل فترة من الزمن تشتكي أن الله عز وجل لم يرزقها الولد، ليس فيها عيب لا هي ولا زوجها، حاولت بكل أنواع العلاج لكن لا فائدة، إلى الآن لم يكتب الله لها الولد. نصحتها نصيحة، قلت لها: أختي الفاضلة، احرصي في كل يوم على كثرة الاستغفار أنت وزوجك، ولنفترض في كل يوم وليلة 1000 مرة نقول أستغفر الله، لا يأخذ زمنا طويلا، 1000 مرة أنت و1000 مرة زوجك، وجربي هذا العلاج واستيقني الإجابة من الله عز وجل. تقول هذه الأخت: بل أنا أقول بعد فترة من الزمن اتصل علي زوجها يبشرني أنها حامل، ثم ولدت، ثم كبر ولدها بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. حاس بضيق، رزقك قليل، الدنيا ضاقت فيك، تبي الحل؟ من لزم الاستغفار، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لزم الاستغفار أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا فقط لو جلست في صباحك ومسائك تكثر من الاستغفار، تقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. عمر بن الخطاب قالوا له: يا عمر، أجدبت الأرض والسماء، ما في مطر، قم فاستسقي لنا. فأخذ يخطب في الناس، ماذا كان يقول؟ فقط يستغفر الله عز وجل ويدعو الناس للاستغفار، لأن عمر يعلم أن هذا هو سبيل نزول المطر. فقلت: استغفروا ربكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن؟ قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. محظوظ هذا، هنيئا له الذي يأتي يوم القيامة يجد في الصحيفة كل استغفار. هذا هو الذي سوف يفوز عند الله يوم القيامة. هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف